ديمون بدأها برزالة ودخل جوه دماغ ستيفن وخلاه يشوف كابوس مرعب بتموت فيه إلينا عشان يرهب قلبه ويحسسه إنه ضعيف. طبعا ستيفن قام مفزوع وقال له ابعد عني بقى. ديمون رد وقال له يا عم ما تخافش، ده أنا بلعب معاك، ده حتى لبست الأسد الأمريكي تهمة القتل في الغابة، وكل حاجة بقت تمام عشان نخلص من كل وجع الدماغ ونقعد هنا بمزاجنا. العمدة لوكوود ومراته اللي هم أهل تايلر كانوا شغالين على نار عشان بيجهزوا حفلة المؤسسين السنوية لميستيك فولز، ودي أهم حفلة في البلد. طبعا إلينا طلبت من ستيفن بكل رقة إنه يكون هو اللي معاها في الحفلة، وستيفن طبعا وافق عشان يفضل جنبها ويحميها. أما ديمون فاستخدم سحره على كارولين وأمرها إن هي اللي تدخله الحفلة مع عائلات المؤسسين عشان يبقى جوه العش وينفذ خطته من غير ما حد يشك فيه. ديمون دخل في خناقة مع عمو زاك وضربه لمجرد إن زاك طلب منه يسيب البلد ويمشي ويبطل يقتل في الناس. طبعا ستيفن كان واقف بيتفرج وهو عاجز، وزاك قعد يصرخ فيه ويقول له اطرده من هنا وخلص عليه. بس المشكلة إن ستيفن أضعف بكتير من ديمون، لأن ستيفن ما بيشربش دم بني أدمين. وهنا زاك قال له يبقى الحل الوحيد هو عشب الفيرفن، وده السلاح الوحيد اللي هيضعف ديمون ونقدر نسيطر عليه. وطبعا ستيفن ما كانش معاه أي فيرفن لأنه لسه مدي السلسلة لإلينا عشان يحميها من ديمون. فزاك قال له تعالى ورايا. أخد ستيفن ووراه قطعة أرض مستخبية زرع فيها عشب الفيرفن في السر، وقال له وهو مرعوب ديمون هيقتلني لو عرف إني زرعت العشب ده هنا، وقال له ده السلاح الوحيد اللي هيوقفه يا ستيفن عند حد. في وسط الزحمة دي بوني بدأت تحذر إلينا وتقول لها إن ستيفن وديمون كان بينهم خناقة قديمة على واحدة اسمها كاترين، وإن كاترين لما اختارت ديمون ستيفن اتجنن وما قدرش يتقبل الموضوع وبقى يكره أخوه. طبعا هنا إلينا ما صدقتش الكلام ده. إلينا بعتت للعمدة ليكويد صندوق فيه مقتنيات والدها جيلبرت، ومن ضمن المقتنيات دي ساعة أثرية قديمة جدا ورثها من أجداده، بس الساعة دي كانت غالية جدا عند جيرمي، وعشان كده قررت تديها له وما تسلمهاش للعمدة. أما ستيفن وزاك فاتفقوا مع بعض على خطة عشان يخلصوا من شر ديمون، والخطة إنهم يحطوا للفيرفن في المشروب بتاعه. الحفلة بدأت وديمون دخل مع كارولين بكل ثقة، وفي وسط المعازيم كانت مامة كارولين رئيسة الشرطة موجودة. ستيفن وإلينا كانوا بيتفرجوا على لوحة أسماء المؤسسين، وهنا إلينا اتصدمت لما لقت اسم ستيفن سالفاتور وديمون سالفاتور مكتوبين من سنة 1864. وهنا ديمون استغل اللحظة وقعد يحكي لها بتمثيل إن دول أجدادهم القدام، وقال لها إن الأجداد دول ماتوا وهم بيحاولوا ينقذوا حد عزيز عليهم، والشرطة ضربتهم بالنار. وفي الحفلة الخناقات بدأت تسخن. تايلر اتخانق مع فيكي عشان خايف من أهله يعرفوا إنه بيحب جرسونة. في نفس الوقت بوني بدأت تحس بحاجات غريبة وتكتشف إن عندها قدرة خارقة وموهبة السحر في دمها. وفي عز ما الحفلة شغالة والناس مشغولة ديمون اتسحب ودخل مكتب العمدة ليكويد وقعد يدور لحد ما لقى صندوق خشبي قديم. فتحه ولقى جواه كريستالة غريبة. ديمون خدها وهو عارف قيمتها كويس، وكأنها هي دي الجايزة اللي كان مستنيها من الحفلة كلها. إلينا بقى اكتشفت الكارثة لما شافت جسم كارولين كله علامات عض وكدمات. هنا جريت على ستيفن وهي بتعتذر له وبتقول له أنا آسفة إني شكيت فيك، ديمون ده شخص مجنون ولازم يتحبس فورا، ده معلم على جسم كارولين كله وتحس إن هو مسيطر على عقلها. وهنا ستيفن طلب منها تهدأ وتسيبه هو يحل المشكلة، بس إلينا مش قادرة تسكت وراحت لديمون بقلب ميت وهددته وقالت له لو ما بعدتش عن كارولين هروح أقول لمامتها رئيسة الشرطة على كل حاجة واللي انت بتعمله في بنتها. ديمون اتجنن وراح اتخانق مع كارولين وهو بيغلي انتي قلتي ايه لإلينا
وهي تحلف إنها ما قالتش أي حاجة، بس هو ما سمعش منها وبدأ يمص دمها بوحشية. وفجأة ديمون بدأ يترعش وجسمه يتنفض، وقع على الأرض مش قادر يتحرك. ظهر ستيفن بكل ثقة وقال له: أنا كنت عارف إني مش هقدر أشربك الفيرفين بنفسي، فعشان كده خليت كارولين هي اللي تشربه. وفعلا ستيفن شاله وحبسه في زنزانة تحت قصر سيلفاتور عشان يخلص من شره. وهنا العمدة ومراته كانوا قلقانين ومستغربين إنهم مش لاقيين ساعة جيلبرت الأثرية. وهنا ظهر مدرس التاريخ بوش غامض وقال: أنا اللي هعرف أجيب الساعة دي. ومن هنا بتبدأ حكاية جديدة وغامضة في مذكرات مصاص دماء.